ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. رد فريق الترجي الرياضي التونسي على تصريحات المدير الفني للمنتخب التونسي جلال القادري بخصوص استبعاد حارس الفريق صدقي الدبشي عن قائمة نسور قرطاج لبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022. ونشر الترجي بيانا رسميا يوم الأحد الفارط جاء فيه على التصريح الذي أدلى به القادري بخصوص عدم استدعاء حارسنا الدبشي. نطلب من مدرب المنتخب التونسي تقديم التوضيحات اللازمة في هذا الموضوع. وتابع الترجي في بيانه: نطلب من القادري مد الرأي العام الرياضي وجماهير الترجي خاصة بالتفسيرات الضرورية بخصوص تلميحه بأن أمرا داخليا في النادي وراء الاستغناء عن الدبشي، ونحن نطلب منه الإفصاح عنه. وكان القادري قد قال قبل سفر المنتخب التونسي إلى السعودية يوم الأحد: على الجميع أن يعلم أنني أحترم جميع الأطراف في نادي الترجي، الإدارة والرئيس والجماهير، وتجمعني كذلك علاقة قوية بمدرب الفريق نبيل معلول. وأضاف القادري في تصريحات للإعلاميين: طبعا لاحترامي الكبير للترجي فأنا لن أجيب عن موضوع الدبشي إلا إذا سمح للترجي بالتحدث في الموضوع، لأنه يعتبر شأن داخلي، فحينها يمكن أن أجيب عن أسباب غياب الدبشي عن القائمة. وأحدث استبعاد صدقي الدبشي من قائمة المنتخب التونسي لبطولة كأس العالم جدلا واسعا في الشارع الرياضي بالبلاد، مقابل عودة صاحب 38 سنة أيمن البلبولي، وكذلك حارس النادي الإفريقي معز حسن بعد غياب طويل. أكد قيس عطية رئيس فرع كرة اليد في الترجي الرياضي التونسي في تصريح الموزاييك أن فريقه مستاء من قرار الجامعة التونسية لكرة اليد المتعلق بتعيين مقابلة الديربي أمام النادي الإفريقي يوم السبت القادم في قاعة رادس دون حضور الجمهور. واعتبر عطية أنه من غير المقبول أن يلعب الترجي في هذه المقابلة قبل استكمال بقية المقابلات المنقوصة التي أجلت بسبب التزامات ممثل تونس على الصعيد القاري والإقليمي والعالمي. وأضاف أن الجامعة لم تكلف نفسها بتهنئة الترجي بعد تتويجاته العربية والإفريقية الأخيرة، مشاركته المشرفة في كأس العالم الأخيرة للأندية، وهو ما أثار استغراب واستياء إدارة الفريق وفق تعبيره. وهدد رئيس فرع كرة اليد في الترجي الرياضي التونسي بانسحاب الترجي من البطولة في حال تشبث الجامعة بتعييناتها الأخيرة. إخواننا ما تنسوش باش تدعمونا بجيم للفيديو، أبوني للشير باش يوصلكم كل جديدنا، والسلام عليكم.